فاحب اقول لها كل سنه وانت طيبه، وكل مرت اب كويسه كل سنه وهي طيبه، وكتر الف خيرك انك انت قبلتي واستحملتي عيال مش عيالك وربتيهم وكنت معاهم ام تانية. اللي خلاني احكي الموقف، اللي خلاني اطلع اشكرها او اقول لها كل سنه وانت طيبه، انا هربت من دول عشان ما تسمعنيش. اللي خلاني اقول لها الكلمتين دول موقف حصل في الصبح، كنا هنولع كلنا وهي صممت تكمل المطبخ الصبح. كانت هتعمل الحلويات بتاعه اختي، عشان انا عندي اخت متجوزه ومعاها عيال، فاحنا في العاده بتاعتها هنودوا لها العيديه، فمن ضمن العيديه هتبقى كيكات بقى وبسبوسات ومش عارف ايه. فهي يعني تقف في المطبخ تحضر، والله العيد عيدن عليها وما كانت حتى خدت دش. فهي كانت واقفه في المطبخ تحضر، ده تكلم واحده من اخواتي، فراحت الطبق ولع في المطبخ، فالمطبخ كله ولع. فاحنا رمحنا اللي قفل الغاز واللي جاب قماش عشان يطفي، وكانت حكايه كبيره. المهم بعد كل ده هي يعني في عز ما كلنا كانت اعصابنا سايبه وقاعدين ومتمرمطين، صممت ان هي تكمل وتعمل الحلويات وما تقطعش العاده بتاعتها، مع انها كانت قادره تقول انا بعد الموقف ده ما قادراش اكمل. بس والله العظيم يا عيني في عز تعبها وخضتها واللي هي شافته ده، وقفت وكملت العاده بتاعتها. واختي ما تعرفش بكله ده. ففي حريم ابهات هتبقى مظلومه في وسط حريم، يعني كلمه مرت اب دي هتبقى وعره، وفي ناس هتشوفها ان هي وحشه، ومرت الاب دي هتبقى غوله. بس في حريم ابهات هتبقى فعلا حنينه، واخده مكان الام. فالله يديها الصحة يا رب. وانا كل سنة وانت طيبة مرت الحد، الكلام ده مرت الحد. كل سنة وانت طيبة، الله يديك الصحة، وشكرا على اللي انت عملتيه وتعبت معانا لحد ما دوستينا كلنا. وان شاء الله تلاقيه في اخواتي يا رب، ويدعلنا عصب واحد ومحدش يكسرنا ابدا.